هو ايه ده يا جماعه؟ الارض بتطلع دخان كده ليه؟ يا اخي ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ انا دلوقتي يا شباب في رحلتي لاسوان، ولقيت نفسي ماشي في الطريق ده. هو طريق من اصعب الطرق اللي ممكن اي حد يمشي عليها، وده لاسباب كتير هنعرفها دلوقتي احنا ماشيين مع بعض. اولا من اول الكيرف اللي احنا ماشيين فيه ده، ثانيا هتلاقي الطريق كله مكسر، الاسفلت كله مكسر زي ما انت شايف كده، ثالثا ان النقل التقيل كله معدي قدامك وبيبقوا ماشيين بطريقه غريبه، في اللي يبقى ماشي في الحاره بتاعته، في اللي يبقى متطرف عن حاره تانية. يعني زي ما انت شايف كده الملف اللي احنا داخلين عليه ده ملف ضيق جدا، وممكن تتفاجئ ان اي حد طلع في وشك اهو. في واحد جاي في وشك على طول. من شويه كنت ماشي ولقيت واحد جاي في وشي، وفي الحر اللي في النص. هو بعيد ان هو طريق جميل جدا الصراحه، وحاجات كده من الجميله، تحس ان انت ماشي في وادي، هو يعتبر ده وادي يعني، لكنه خطير خطير ومحتاج تركيز رهيب. الطريق ده طوله حوالي من 60 ل 70 كيلو متر، يعني مسافه طويله مش قليله، مش 3 4 كيلو مثلا ولا 10 كيلو هتخلصهم وخلاص، لا بطريق طويل محتاج تركيز كبير، وهتفضل ماشي عليه حبه حلوين، ممكن ياخد منك مثلا ساعه ساعه ونص، انت ومقدرتك بقى. الفكره بقى ان الواحد بياخد الطريق ده دلوقتي وهو صاحي بقاله 18 ساعه، يعني داخل على تطبيقه. ريحت بالظبط قبل ما ناخد الطريق دوت، ريحت يا لهوي، شايفين التكسير عامل ازاي؟ ريحت قبل ما اخد الطريق دوت تلت ساعه بالظبط، 20 دقيقه. نمت في الطريق في الشارع، فرشت المصليه اللي معايا ونمت. بص شايف التكسير، حاجه صعبه جدا الصراحه. لو واحد متهور شويه وماشي بسرعه ممكن نلبس حفره. بص انا ماشي دلوقتي جسمي اتدغدغ من كتر التكسير. يا نهار ابيض، ملف ضيق جدا، ملف ضيق والطريق ضيق. اخيرا عربيه ملاكي. انا من ساعه ما جيت الطريق ده ما شفتش 3 4 عربيات ملاك على بعض. عايز اقول لك الطريق حتى على خرائط جوجل شكله رعب، يعني بص كله ملفات. بص عامل ازاي على جوجل، صعب جدا، شكله خوف بجد. بص بقى العربيه النقل اللي جايه في وشي دي ماشيه في نص الطريق. يا اخي خش شمال شويه بجد، والله مش فاهم اللي بيجوا دول ماشيين في النص ليه، ما هو اصلا كله متكسر، يعني هو مش بيفادوا حاجه هناك، هو كله متكسر. لو واحد لسه يعني مبتدئ في السواقه او واحد مش مركز شويه ممكن نلبس في حد فيهم. معايا هناك طبعا ميدو قاعد بيعاني معايا. يا نهار ابيض، انا هخلص الطريق ده اروح اغير طقم مساعدين وطقم غضاريف. طماطم واقعه من الراجل اللي كان سايق العربيه، شيلها معايا بقى، هنحتاجها عشان عطشان وعايز اشرب ميه الصراحه، فدي حاجه هتكون مرتبه. طبيعي الطريق مكسر، التكسير غريب، الطريق صعب قوي. اهو يا عم، اهو يا عم. طب نمشي فين طيب؟ ميدو عيني ورا معاه موتوسيكل مساعد نص، قاعد بيعاني بقى، تلاقي كل خطوه والتانيه بترزع في ظهره، ايه ظهره باظ. هو ايه ده يا جماعه؟ الارض بتطلع دخان كده ليه؟ ايه انا مش فاهم حاجه، كانت لسه في عربيه هنا معديه من هنا. ايه ده بجد؟ بركان ده؟ لا اله الا الله. البتاع ده ريحته عامل زي الورق المحروق. بص يا شباب الطريق عامل ازاي. يا اخي ايه الغباء اللي انت فيه ده. انا تعبت خلاص، والطريق طول بما فيه الكفايه، يعني داخلين في 90 كيلو، خلاص فاضل 6 7 كيلو. الطريق ده كده لوحده 80 90 كيلو، دول لوحدهم كده علقه بمقام سفريه 300 400 كيلو لوحدهم، يعني دول بمقام سفريه تقيله، ولسه فاضل 200 كيلو بعديهم.